بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يبدأ اليوم في المملكة العربية السعودية تطبيق برنامج المقابل المالي على المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية. وهذا البرنامج أو هذا القرار أتى ربما لأمور عديدة جدا، ولكن قد يكون أبرز هذه الأمور هو التغلب على حالة الزيادة المضطردة في المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية مقابل المواطنين، إضافة إلى التغلب على الفوضى الناتجة عن زيادة هذه الأعداد، والتي أحدثت خللا في سوق العمل. طبعا قبل أن نبدأ في هذا التعليق البسيط عن هذا القرار، أحب أن أذكر الجميع بآخر إحصائية سكانية في المملكة العربية السعودية صدرت ربما في عام 2016، والتي تقول بأن عدد سكان المملكة العربية السعودية مواطنين ومقيمين يناهز 32 مليون نسمة، 20 مليون سعوديون و12 مليون مقيمون. طبعا هذه الإحصائية السكانية يبدو لي أنها لم تتحدث عن النازحون من اليمن الشقيق والذين حصلوا على بطاقة زائر ثم بعد ذلك مقيم أو إقامة، وكذلك النازحون السوريون، إضافة إلى المتخلفون من الحج والعمرة أو المتسللون الذين لا يحملون أوراقا نظامية أو ثبوتية أو إقامة نظامية. إذا نحن نتحدث تقريبا عن 36 مليون كحد أدنى تقريبا. 20 مليون سعوديون و16 مليون مقيمون، يعني بمعدل أكثر من النصف من المقيمين. طبعا في واقع الأمر هم يفوقون السعوديين من ناحية القدرة على التأثير، وبالتالي هم يعتبرون أغلبية في ظل هذه الأرقام. أحدكم قد يسأل كيف السعوديون 20 مليون، السعوديون 20 مليونا بينما المقيمين 16 مليون. أنا سأقول لكم أولا الإحصائية تشمل 20 مليون سعودي. إذا أخذنا الإحصائية بتفاصيلها نجد أن هناك نصف هذا العدد من النساء والنصف الآخر من الرجال. طبعا النساء لهم دورهم ولهم أثرهم ولهم قيمتهم، هذا لا يؤثر في حديثنا، ولكن نحن نتحدث عن القدرة الجسدية التي قد تحدث أثرا في الناحية الأمنية أو ما شابه ذلك. إذا نحن نتحدث عن 10 مليون سعودي مقابل 16 مليون مقيم تقريبا. ودعونا نكون أكثر دقة، المقيمين هناك عوائل وهناك نساء، ولتكن الأرقام أو محاولتنا لتقريب الأرقام يعني محاولة موزونة إلى حد ما، بمعنى دعونا نقول أن هناك من 16 مليون مقيم هناك 4 مليون من النساء والأطفال الذين أتوا مع العاملين هنا كزوجات أو كأطفال أو ما شابه ذلك. إذن يتبقى لدينا كم؟ تبقى لدينا 12 مليون مقيم قادر على إحداث فرق. 12 مليون رجل. في المقابل نسبة الذكور في المملكة العربية السعودية الذكور 10 مليون.
ال10 مليون 30% منهم تقريبا حسب الإحصائية هم من الكبار السن. إذا كم يتبقى من الشباب والأطفال؟ 7 مليون تقريبا. طيب إذا قلنا الأطفال ما دون 15 سنة هم النصف تقريبا من 7 مليون، إذا 3 مليون ونصف من الأطفال. إذا كم تبقى من الشباب القادرين على إحداث تأثير؟ 3 مليون ونصف. لاحظوا، إذا هناك خلل ديموغرافي رهيب جدا، خلل في التركيبة السكانية، خلل أمني وقومي له تأثيراته وله سلبياته على المدى القريب والبعيد، خصوصا إذا علمنا أن هناك جنسيات معينة يصل عدد هذه الجنسيات في المملكة إلى ما يفوق 3 مليون نسمة، يعني بمعنى آخر دولة بداخل دولة. طيب في حال حدوث لا سمح الله خلاف سياسي وتصعيد معين، كيف يكون حال 3 ملايين هؤلاء في وضع كهذا؟ ألا يحدث خللا وضررا، وربما يصبح الكثير منهم كالخلايا النائمة التي تسعى إلى إحداث الفوضى أو الدمار أو الخراب نصرة لوطنه مثلا أو شيء من هذا القبيل. إذن هناك خلل في المقام الأول أمني، سواء من تواجد هذه الأعداد الهائلة على الأراضي السعودية، أو من خلال القوى القادرة على إحداث تأثير أمني أو ما شابه ذلك. فنحن هنا نلاحظ الفرق. إذن كأن السعوديين الآن أصبحوا أقلية، وهذا لا يليق بالمملكة العربية السعودية بقدراتها وبإمكانياتها وبشبابها وبحاجتها أيضا. فهؤلاء الجزء الأكبر منهم فائض عن حاجة السوق. وهناك يعني المضحك أن هناك بطالة بين المقيمين، لم تعد البطالة خاصة بالسعوديين فقط، بل هناك بطالة بين المقيمين، ولكنهم يرفضون المغادرة على أمل البقاء والقبول بأي عمل والقبول بأي مبلغ مهما كان زهيدا، أو لا سمح الله الاتجاه إلى مناحي أخرى تحدث أيضا خللا أمنيا في الأمن الجنائي، سواء كان ذلك من خلال ترويج المخدرات والمسكرات وغيرها، سواء كان ذلك من خلال ارتكاب جرائم السرقة والقتل والتهريب، كان ذلك. إذن نحن أمام مشاكل أمنية ووطنية قومية خطيرة جدا. إذن ليس الهدف هنا هدف مادي بحت، لا، هناك مجموعة من الأهداف، ربما ألخصها في 9 أو 10 أهداف سريعة، أمر عليها مرورا سريعا مع التعليق البسيط على بعض هذه الأهداف. أولا، يجب أن نعترف ونقر بأن أي قرار من أي حكومة هو قرار سيادي مكفول لكل دول العالم لضمان حقوقها، لضمان ازدهارها، لضمان أمنها، فهذا حق من حقوق المملكة العربية السعودية تريد من خلاله حفظ الأمن، تنويع مصادر الدخل، الاحتفاظ بالعاملين المؤهلين القادرين على إحداث فرق، توفير فرص عمل للشباب، تقليل الضغط على البنى التحتية للدولة، تخفيف الازدحام الذي أصبح كابوسا في المملكة العربية السعودية وخصوصا في المدن الكبيرة، ازدحام في الطرقات، ازدحام في المدارس، ازدحام في الجامعات، ازدحام في المستشفيات، في كل مناحي الحياة، تقليل من الخطر الأمني الذي بدأ ينتشر من خلال انتشار جرائم بشكل لافت في المملكة العربية السعودية، كجرائم السطو المسلح، كجرائم السرقة، الابتزاز، الاغتصاب، التهريب والترويج للمخدرات وغيرها. هذا أيضا مهم جدا من خلال تقنين هذه العمالة الزائدة والفائضة والتي تعاني البطالة وتسعى للحصول على المال بأي طريقة.
إذن هذا القرار وإن أتى متأخرا إلا أنه أتى لينظم هذا الأمر. وأيضا صانع القرار هنا سعى إلى التدرج، وهذه خطوة جميلة جدا. أولا هذا التدرج غير مؤثر على العامل، بحيث أنه يسمح له بترتيب وضعه حسب ما يراه مناسبا له ولمستقبله ولمستقبل أسرته. هذا الشيء. الشيء الآخر هو قرار اختياري، إن أردت البقاء فعليك أن تدفع، وإن لم ترد فعليك أن تغادر أو يغادر مرافقيك، وهكذا مع الزيادة في السنوات القادمة. الشيء الثالث أن هناك مراعاة لعدم حدوث فجوة في سوق العمل قد تحدث خللا يعاني منه المواطن. التدرج هنا أيضا مراعاة للحالات الإنسانية المختلفة للإخوة المقيمين، سواء كانت صحية أو دراسية أو كذا، فبالتالي باستطاعة كل شخص أن يرتب أموره من خلال هذا التدرج حتى يرى المناسب والأفضل له. أيضا يحق للدولة، أي دولة في العالم، أن تحصل على مقابل مناسب لما تقدمه من خدمات. كل دول العالم تفرض رسوما وتفرض ضرائبا وتفرض حتى على تأشيرة الدخول، حتى على الإقامة، حتى على العمل، حتى على سلع معينة، حتى إذن هذه حقوق سيادية لكل دولة. طبعا بعض الإخوة سواء المواطنين، وأنا أشك في ذلك، أو المقيمين الذين لا يريدون مثل هذا القرار لأنه يمثل عبئا عليهم لم يكن في حساباتهم، فيروجون طبعا لأمر هو أن خروج عائلة المقيم ومرافقيه سيجعل المقيم يحول جزء كبير من دخله لخارج المملكة. طبعا هذا الكلام وهذا بزعمهم أنه سيؤثر سلبا على الاقتصاد السعودي. طبعا هذا كلام مناف للحقيقة إذا رأيناه من زوايا أخرى. فأولا العمالة هنا هي ربما تأتي المملكة العربية السعودية كثاني دولة في العالم في حجم التحويلات العمالية لخارج البلاد، ربما تأتي بعد الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما رأينا الفرق في المساحة وتعداد السكان وغيره، تجد أن ربما المملكة العربية السعودية تعتبر الأولى في العالم. هذا واحد. الناحية الأخرى هناك إيجابيات عديدة جدا من تطبيق هذا القرار، ذكرت جزء منها فيما مضى. يكفي أن بقاء هذه العائلات أو بعضها سيعوض الفرق بين تحويلات. هذا واحد. الشيء الآخر أن رحيل المرافقين الزائدين سيوفر فرص عمل، خصوصا إذا علمنا أن كثير من المرافقين والذين قدموا بتأشيرة زيارة وتمدد وغير ذلك بحثوا عن أعمال وحصلوا عليها فعلا ولم يعودوا راغبين في مغادرة البلاد، فأخذوا فرص عمل المواطن أولى بها، أخذوا مقاعد دراسية المواطن أولى بها، أخذوا أسرة في المستشفيات وفي المواطن أولى بها، ضغطوا على البنى التحتية، تسببوا في الازدحام المروري، الازدحام على الأسواق، إذن هناك ازدحام تكتظ به البلاد بشكل غير مسبوق. هذا يولد ضغطا على البنى التحتية غير حتى تصبح البنى التحتية غير قادرة على استيعاب هذه الأعداد المتزايدة. إذا التقنين هنا مطلب وضرورة، إضافة إلى ما ذكرته من النواحي الأمنية، من انتشار الجريمة، انتشار المخدرات، أيضا تواجد الكثير جدا من جنسيات معينة والذي يشكل خطرا
يجب على الدولة أن تراعيه، وأن يكون هناك نسب محددة لا يجب أن تزيد عنها هذه الجنسيات مهما بلغت علاقاتنا بهم الآن، لأن السياسة تتغير بمرور الوقت، وعملية إخراجهم بعد حدوث أزمة سياسية ستؤلد ضررا وخطرا كبيرا جدا، وليست أزمة التسعينات وحرب الكويت عنا ببعيد. فلا يجب أن نقع في الخطأ مرة أخرى. إضافة إلى رد على بعض هؤلاء الذين يشككون في قيمة هذا القرار، هذا القرار أيضا إضافة إلى أنه سيولد فرص عمل وسيخفف من الأعباء ومن البنى التحتية والتأثير عليها ومن الازدحام، أيضا سيخفض من إيجارات العقارات وقيمتها، وهذه تمثل فرصة جيدة للمواطنين الباحثين عن عقار مناسب. أيضا سيخفف من أسعار السلع الأخرى كالسيارات وغيرها. إذن هناك فوائد عديدة لا يجب أن نحصرها بأن مغادرة هؤلاء أو تكليفهم رسوما إضافية سيزيد من أسعار مثلا سلعة معينة يتحكم فيها هذا المقيم أو مهنة معينة أو شيء من هذا القبيل، لأنه يقابله فوائد عديدة جدا. ويكفي أن يكون الفائدة الأولى هي الأمن الوطني. نعم، البعض سيقول لا، ليس هناك خلل. طيب، وهل تنتظر أو يجب علينا أو على الحكومة أن تنتظر حتى يحدث هناك خللا حتى تتلافاه؟ أنت لديك أكثر من 16 مليون، النسبة الكبرى فيهم والله ربما يتجاوزون النصف تقريبا، هي بمثابة عمالة زائدة عن حاجة سوق العمل، إضافة إلى أن جزء كبير منهم عمالة رديئة غير مؤهلة، تتعلم هنا، تقود السيارات هنا وتتعلم وتحدث ازدحاما وحوادث مرورية شنيعة جدا. إذن إلى متى الانتظار؟ إذن هذا القرار أنا أراه قرارا مهما، ويجب على الدولة الاستمرار فيه، ويجب أن لا يكون هناك أي استثناءات لأي جنسية مهما كانت، لأن ذلك سيفتح الباب أمام كل الجنسيات للمطالبة بالمثل. يجب دائما وأبدا أن يكون المواطن هو المقدم أولا وأخيرا، لأن هذا حقه وهذا حق من حقوقه. وهؤلاء الذين يرددون أن أرض الله واسعة وأن هذا نوع من الحسد والرزق في الرزق أو شيء من هذا القبيل، والله إنهم يكذبون، لأنه نحن نذهب إليهم سياحا ونعاني، نصرف عندهم نقودا ونضخ في اقتصادهم ونعاني، فما بالكم لو نافسناهم على مصادر رزقهم؟ والله لقاتلونا قتلا. كلنا يعرف أنه كل وطن أو كل بلد أولوية العمل فيه وأولوية خيراته هي لأبنائه، وما فاض عن ذلك فهذا يرجع إلى القيادة وما تراه، سواء كان على هيئة دعم أو على هيئة مساعدات أو على هيئة استخدام عمالة معينة من جنسية معينة وهكذا. أما أن تصبح الأمور وكأنها واقعا يجب على المملكة العربية السعودية أن تستضيف كل من لا عمل له في بلده وتصبح كجمعية خيرية، ويرددون الرزق في الأرض وعباراتهم الرازق في السماء والحاسد في الأرض وما إلى ذلك، هذا كلام يعني فيه من الغباء ومن المزايدة الشيء الكثير. مثال بسيط لهذه العمالة التي ذكرت أنها تتجاوز 16 مليون، الجزء الأكبر منهم تقريبا هم بائع، مهنة بائع، وهو أتى من بلده لا يعرف البيع ولا الشراء، وأصبحوا يملؤون الأسواق التجارية، يملؤون محلات مثلا الاتصالات التي وطنت مؤخرا، أو محلات الكمبيوترات، أو محلات
البيع الجملة أو التجزئة أو ما إلى ذلك. يعملون في مكاتب تأجير سيارات، يعملون في مكاتب أو في استقبال الفنادق والشقق. إذن وظائف ومهن يعني يمكن لطالب المرحلة المتوسطة أن يقوم بها، ليست مهنا يعني غاية في الدقة والخبرة والإمكانيات الخارقة. حين يروج أمثال هؤلاء أنه ستتوقف الأعمال في حال مثلا رحيل أعداد كبيرة من هؤلاء المقيمين، أبدا، هي أعمال بسيطة جدا يمكن لأي شخص أن يقوم بها، بل لأي شاب صغير أن يقوم بها. فلذلك كفوا عن محاولة تقليل من قيمة القرار، أو أنه هذا القرار فيه إجحاف عليكم. المملكة العربية السعودية طوال عقود من الزمن كانت ولا تزال وستظل تفتح ذراعيها لجميع الجنسيات من جميع أصقاع الأرض، وفتحت بيوتا وبنت مستقبل ملايين العرب وغير العرب. لكن الدور هنا عليكم أنتم، أولا أن تقدروا مثل هذا القرار وأن تعتبروه حق سيادي للمملكة العربية السعودية، لا تزاودون عليه ولا تساومون فيه، فالأولوية للوطن وللمواطن. وأن تشكروا المملكة العربية السعودية على إتاحتها الفرصة على ما مضى وعلى ما هو حاصل الآن وما سيأتي مستقبلا، لا أن نحاول أن ننشر أنه هذا نوع من الحسد ومن الابتزاز، أو هذه أمور سخيفة جدا حين تسمعها، أو حين تجد البعض منهم يحاول أن يستغل أسماء سعودية أو معرفات سعودية للترويج إلى ذلك، وأنه يضر بالاقتصاد السعودي. لا، صانع القرار هنا لم يتخذ هذا القرار إلا وهو يدرك مدى فائدته وأهميته في العديد من القضايا المهمة، وليكن أبرزها الأمن، وأبرزها توطين المهن وتوطين الوظائف والتقليل من هذا الكم الهائل الذي فاق سوق العمل، بل وفاق قدرة المملكة العربية السعودية على استيعابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بلادنا وقادتنا لما فيه الخير، وأن يرزق شعبنا على ما قدموه ويقدمونه دائما من صور جميلة لاستقبال الوافدين والمقيمين وحفاوة استقبال بهم وتعاملهم معهم، رغم محاولة العديدين للأسف من هؤلاء تجاهل هذا الأمر والتقليل منه، وبعضهم للأسف يحاول الإساءة للمملكة العربية السعودية وهو داخل المملكة العربية السعودية ويأكل من خيراتها. ولكن أقول لهؤلاء ثق تماما بأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن لا يشكر الله فلن يجد خيرا في حياته ولا في أخرى. فاتق الله في نفسك، واشكر لأهل الفضل فضلهم، واشكر للمملكة العربية السعودية أن أتاحت لك فرصة العمل ولعائلتك، ووفرت لك العيش الكريم بدون ضغوط وبدون إساءات. واحمد الله سبحانه وتعالى على ما توفر لك، واحترم رغبة القيادة في تنفيذ مثل هذه القرارات. والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه.